السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. يبقيكم هذا الفيديو بصحه جيده. مرحبا بكم في مطبخ ام حمدان. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم لي زي كيك. نقدر نقول لكم هذا الكيك هذا من كثر ما هو ساهل ديال الناس المعكازين ولا ديال النهار اللي ما فك اللي ينوض يدير شي حاجه وباغا تصايبي شي حاجه لضيافك ولا لوليداتك. هذا الكيك هذا ساهل ماهل دغيا كيوجد، ما ياخذش من يدك حتى ساعه تقريبا تيكون واجد. شي حاجه اللي زوينه وسهله وسريعه. ندوزو الطريقه والمقادير. عندي 400 غرام ديال البسكوي، اي نوع ديال البسكوي، هيرنيس ولا مهم بسكوي يكون بالزبده. ما تقدروا ديروا حتى 500 غرام في هاد المقادير هادو اللي غادي نعطيكم. انا هنا دايره غير 400 غرام حيت هي اللي كانت عندي. غتقسموا على هاد الشكل هذا، كل طرف غادي تقسموا على 4 5. عندي هنا كاس ديال الشوكولاته الممتازه، الشوكولاته السوداء. عندي كاس ديال الحليب. عندي 250 غرام ديال الزبده، يعني تقريبا رابعه ديال الزبده. الزبده من الاحسن تكون نوعيه ممتازه. وعندي 2 معالق ديال السكر. وعندي 3 ساشيات ديال الكاكاو، نسيت ما حطيتهمش لكم في المقادير. ولا ديروا 2 معالق كبار عامرين ديال الكاكاو اللي عنده الكاكاو ديال العبار. صافي غادي ناخذ الزبده ديالي هنا، غادي ندوبها في شي كاسرونه، غنضيف عليها الحليب السكر اللي عندي، وغادي نخلي هذا الخليط يغلى لي على هذا الشكل هذا. غادي نضيف عليه الشوكولات من الاحسن يكون نوعيه جيده باش يعطيكم واحد المذاق زوين في هاد لي زي كيك ديالكم. صافي وغادي نضيف عليهم الكاكاو. عندي 3 ديال الساشيات. وغادي نبقى نخلط حتى يذوب ليا هاد الكاكاو وداك الشوكولاته حتى هو يذوب. عاد غادي نضيف عليهم البسكوي. الشوكولاته راه دغيا كيذوب حيت الخليط عندي سخون. انا غادي نبدا نضيف البسكوي اللي عندي. صافي وحاولوا تدخلوا هذا البسكوي هذا في هذا الخليط اللي عندنا ديال هذا الكاكاو هذا والزبده حتى تشوفوا البسكوي ديالكم تلبس. غادي ندوز نحط المول اللي غادي نستعمل اي مول طبعا عندكم، ومن الاحسن ديروا اللي تيكون بحال ديال تشيز كيك. انا هنا استعملت هذا الاطار هذا، غلفته من التحت بهذا البلاستيك الغذائي. تقدروا ديروا عليه ورق الزبده. صافي وباش ما يخرجش لكم الخليط من الجناب لا درتوا اطار، ديروا ضروري ديروا بلاستيك الغذائي. وحاولوا تضغطوا على البسكوي ديالكم باش يشد بلاصتو. صافي وغادي ندخلوا المجمد باش يشد ليا راسو على ما نوجد ليه الكاناش. عندي هنايا كاس عامر ديال الشوكولاته السوداء نوعيه ممتازه. عندي نص كاس ديال الحليب، وعندي تقريبا معلقه ديال الزبده تكون زبده حيوانيه. صافي غادي نضيف كلشي في كاسرونه، وغادي ندي الخليط ديالي على النار حتى يذوب ليا هاد الشوكولات ونحيدو. الزبده هي الاخره، الزبده حتى يذوب ليا هاد الشوكولات مع الحليب. عاد غادي نضيف عليه الزبده. هنا راه غير سخن ليا الحليب شويه وحيدت باش ما يتحرقش لكم الشوكولات ديالكم. غير يسخن لكم الحليب حيدوا الخليط من على النار. صافي وبقاو تحركوا، راه غادي يذوب داك الشوكولات بوحدو. ضفت عليه الزبده هنايا. صافي بقيت كنحرك حتى دابت هذيك الزبده مع الشوكولات. هنا خرجت الكيك من الثلاجه. غادي نضيف عليه هذا الخليط ديال الكاناش وغادي نرجعو ثاني للفريغو تقريبا مده نص ساعه تيكون واجد. غير يبرد ليكم تبرد ليكم الطبقه ديال البسكوي ويبرد ليكم هاد الكاناش هذا، كتكون واجده دغيا راه ما كتاخذش وقت كتير. بالنسبه للتزيين انا هنايا زينت بالكاكاو. عندي المر، وحطيت هاد الحبات ديال التوت الحمر. تقدروا تزينوا باش ما بغيتو. هو اصلا في الاصل راه كيبقى غير بداك شوكولاط بودره من الفوق كافي. هاد الكيك هذا للناس اللي عزيز عليهم الشوكولات، حيت كلشي فيه شوكولاته مره. وصراحه لذيذ مع كتجي فيه ديك القرمشه ديال البسكوي على طبقه ديال الكاناش. على صراحه كيجي رائع
هاد لي زيكيك هذا شي حاجه اللي زوينه وراقيه في نفس الوقت. وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم، واللي اول مره يزور القناه ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على المتابعه ومع السلامه.